كل سنة بنقول نفس الجملة: رمضان ده لازم يكون مختلف. بنبدأ ومعانا حماس يهد جبال ورغبة حقيقية في التغيير. بس يا ترى إيه اللي بيحصل في النص وبيخلينا نرجع لنفس النقطة كل مرة؟ في الأول بنبقى متحمسين جدا، عايزين نلتزم بكل حاجة ونكسر الدنيا. وأول يومين 3 فعلا بنبقى ماشيين تمام، والطاقة في السماء والنية خالصة لله. وبعدين الحماس بيبدأ يقل سنة سنة لحد ما فجأة بوم، بنلاقي نفسنا في آخر كام يوم في الشهر وبنسأل نفسنا: إيه ده؟ هو رمضان راح فين؟ إزاي عدى بالسرعة دي كلها؟ الإحساس ده إن رمضان بيتسرق مننا كل سنة إحساس حقيقي جدا ومؤلم، وبنرجع نقول لنفسنا خلاص السنة الجاية أكيد هتبقى أحسن. بس الخبر الحلو إننا نقدر نكسر الدايرة دي، والسنة دي فعلا ممكن تكون هي المختلفة. طيب إيه هو السر؟ السر مش في اللي هنعمله زيادة، لأ. السر الحقيقي واللي هيغير كل حاجة هو في اللي هنبطل نعمله. التركيز السنة دي هيكون على الحذف مش على الإضافة. خلينا نشوف الفرق ده بوضوح. الطريقة العادية هي إننا نزود صلاة وقراءة وصدقات، ودي طبعاً حاجات عظيمة جداً. لكن السر الحقيقي، المدخل الصح، هو إننا نبدأ الأول بحذف المشتتات والعادات السيئة ومضيعات الوقت اللي هي أصلاً سبب المشكلة. يبقى إيه هي قائمة الممنوعات في رمضان؟ في 3 حاجات أساسية لو قدرنا نتخلص منها الشهر ده هنفضي مساحة للعبادة وتركيز عمرنا ما كنا نتخيلها. الثلاث حاجات اللي لازم نوقفها فوراً هي: أولاً متابعة المسلسلات، ثانياً التصفح العشوائي للسوشيال ميديا من غير هدف، وثالثاً، ودي نقطة خطيرة جداً، مقارنة نفسنا بالآخرين. خلينا نمسك كل واحدة ونتكلم عنها. أول حاجة المسلسلات، ودي نقطة محورية. الجملة دي بتلخص الحكاية كلها. المسلسلات هتفضل موجودة طول السنة ومش هتهرب، لكن رمضان هو اللي بيجي مرة واحدة وبيخلص بسرعة. ممكن نتفرج على أي حاجة بعد رمضان، وساعتها كمان هنكون عرفنا إيه اللي يستاهل بجد وإيه اللي لأ. تاني حاجة السوشيال ميديا. المشكلة الكبيرة في السوشيال ميديا في رمضان هي تأثير ممكن نسميه الصدمة الروحية المفاجئة، أو الويبلاش إفكت. الوضع بيبقى كده بالظبط، في لحظة الواحد بيسمع آية بصوت الشيخ المنشاوي تهز كيانه وتأثر فيه، واللحظة اللي بعدها على طول يلاقي فيديو فيه أغاني ورقص وحاجات تانية خالص. التقلب المفاجئ ده بيخلي التركيز الروحي والخشوع شبه مستحيل، كأننا بنطلع من مية سخنة لمية تلج في ثانية. وثالث حاجة فخ المقارنة. كل رمضان بنشوف ناس ما شاء الله عليهم أبطال، بيختموا القرآن كذا مرة وبيصلوا قيام ليل طويل. جميل جدا إننا نستلهم منهم الحماس، لكن الكارثة هي إننا نقارن حالنا بحالهم. ده ممكن يسبب إحباط ويأس ويخلينا نوقف خالص. كل واحد ليه طاقته وقدرته ورحلته. تمام، طيب بعد ما حذفنا المشتتات دي كلها أكيد هيتخلق فراغ كبير في يومنا. السؤال المهم دلوقتي: إزاي نملى الفراغ ده بحاجات إيجابية ومفيدة فعلا؟ أول حاجة لازم نلاقي القاطرة أو المحرك اللي هيسحبنا لقدام. الصحبة الصالحة هي المحرك ده. زي ما بنقول الصاحب ساحب. ومش لازم الصحبة دي تكون في الواقع، ممكن جدا تكون أونلاين. نختار بلاي ليست واحدة أو دورة واحدة على يوتيوب زي سلسلة إنه لقرآن، ونركز فيها من الأول للآخر. أهم قاعدة هنا هي حاجة واحدة بس في المرة الواحدة عشان نتجنب التشتت من جديد. تاني حاجة تحديد الأهداف ومتابعتها. يا جماعة، مجرد كتابة الهدف على ورقة ده بيحقق 50% منه. لازم نكتب بالورقة والقلم إحنا عايزين نعمل إيه بالظبط، وبعدين نتابع التقدم ده يوم بيوم في نوتة أو على أي أبليكيشن. والسر هنا نبدأ بأهداف بسيطة وصغيرة زي قراءة صفحة واحدة بس من القرآن كل يوم عشان ما نزهقش ونقدر نكمل. وهنا بقى بتظهر المفاجأة الكبرى، الكنز الحقيقي. بحسبة بسيطة، لو شلنا المسلسلات والسوشيال ميديا إحنا بنسترجع من 6 ل7 ساعات يومياً. متخيلين الرقم؟ ده وقت كافي جداً لإنهاء جزء كبير من المذاكرة المتراكمة، أو إنجاز شغل مهم، أو حتى ختم القرآن مرة واتنين وتلاتة. الوقت كان موجود أصلاً، بس كان مسروق. ولو حبينا نلخص الاستراتيجية دي كلها في كلمة واحدة بس، فأمر واحد يكون هو الشعار الأساسي بتاعنا في رمضان السنة دي، تفتكروا هيكون إيه؟ الكلمة هي غض. غض البصر عن كل حاجة كانت بتشتتنا في غير رمضان. نمنع عينينا عن رؤية كل اللي ممكن يفسد علينا روحانيات الشهر ده وقلوبنا. والإمام ابن القيم بيلخص ده بشكل عظيم لما بيقول: رمضان شهر يدعو للصدقة والإحسان والتوبة والدعاء والقرآن والصلاة، فلا تضيعوه في مجالس اللغو والهوى. ومجالس اللغو والهوى في زماننا ده بتتلخص في الحاجات اللي قلنا لازم نمنعها.
كل سنة وانتوا طيبين وربنا يجعله رمضان مختلف فعلا. أشوفكم في فيديو جديد من خطوات في الطب.